السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. مصر داخلة على عصر القوة وجسر الأمل، محتاجكم تقفوا معاه. يمكن ناس كتير شافت قمة شرم الشيخ وقالت ايه يعني اجتماع زي غيره، لكن اللي متابع وشايف الصورة الكبيرة يعرف ان اللي حصل هنا مش اجتماع، ده بداية مرحلة جديدة. مصر كانت دايما صوت العجل في وسط الزحمة، لكن النهاردة مصر مش بس صوت، مصر بقت مركز القرار للعالم كله. كان بيتفرج عليها، والعرب نفسهم حسوا ان القاهرة رجعت تتكلم باسمهم، ودي مش صدفة ولا مشهد شكلي، دي نتيجة سنين تعب، شغل على كل جبهة سياسية حكيمة، وجيش واقف زي السد، وشعب زي شعوب العالم اللي بيحلموا بالحرية وبيحلموا ببلدهم أفضل، وشعب رغم التعب ما وقعش. بعد قمة شرم الشيخ مصر داخلة على عصر جديد من القوة، عصر بتبني فيه وبتحمي حدودها وبتفتح أبوابها للتنمية، ومش مستنية تصفيق من حد. في جسر الأمل احنا بنحاول نوصل لكم الصورة دي بطريقتنا البسيطة. مش عندنا استوديوهات ضخمة ولا مونتاج بالملايين ولا إضاءة زي القنوات الكبيرة، لكن عندنا حاجة أهم، الإرادة والحب والنية الصافية. احنا بنشتغل علشان نفتح عيون الناس، نرجع الثقة اللي فقدناها من سنين في نفسنا، نقول ان الحلم اللي كنا بنحلم بيه زمان بدأ يتحقق قدام عينينا. فاكرين لما كنا بنقول نفسي اشوف مصر قوية؟ هي دي اللحظة اللي كنا مستنيينها. مصر النهاردة مش بتدافع عن نفسها بس، مصر بتحمي المنطقة كلها، بتحمي العرب من التفكك، وبتمنع نار الحروب انها توصل لبيوتنا، بتحافظ على استقرارها وبتصنع مستقبل لأولادها. شوفوا اللي حصل بعد القمة، دول كانت بتهاجم مصر النهاردة بتسعى لعلاقات أقوى. الإعلام العالمي بقى بيقولها صريحة، مصر رجعت وبتقود المشهد. وده مش بالكلام، ده بالخطوات اللي العالم كله شايفها. في فلسطين مصر بتمسك الخيوط، في ليبيا بتحاول تجمع الفرقة، في السودان بتمنع النار من الاشتعال، وفي الاقتصاد بتحول لمراكز طاقة ونقل للعام. احنا في جسر الامل مش مجرد ناس بتتكلم عن السياسة، احنا ناس شايفة بلدها وهي بتتغير، وعايزين الناس تشوف معانا وتفرح معانا. احنا
بنتعب في كل فيديو علشان نوصل صوتنا ليكم. ساعات بنقعد بالليل نمنتج على قد الإمكانيات، ندور على صورة ونكتب ونركب الصوت، بس بنعمل ده من قلبنا وبحب في بلدنا. وعشان كده لو شايف ان الكلام اللي بنقوله من القلب، اعمل لايك وشارك الفيديو، اكتب تعليق، شجعنا نكمل الكلمة شجعنا نكمل الكلمة بتاعتك بتفرق، واللايك بتاعك بيديلنا امل، لاننا فعلا بنحاول نكون صوت الناس البسيطة اللي بتحب البلد دي. مصر داخلة على مرحلة مش اي كلام، مرحلة فيها ملفات كبيرة، فيها تحديات اقتصادية وامنية، لكن كمان فيها فرص عظيمة. واللي شايف الصورة كويس عارف اننا في عز ما كنا بنقول ده اخرنا. مصر كانت بتحضر لبداية جديدة. الجيش المصري اقوى من اي وقت، والموقف السياسي اهدى واذكى من اي مرحلة فاتت، والعالم كله بقى بيحسب حساب لمصر. اللي بنعيشه النهاردة هو تحقيق الحلم اللي بدأنا من زمان، من ايام ما كنا بنحلم ببلدنا تبقى واقفة شامخة قدام العالم كله. ما تخافش وما تجريش وما تتأثرش بكلام حد، وانا بقولها هنا من قلب جسر الامل. احنا مش محتاجين معجزات، احنا محتاجين نؤمن بنفسنا ونفهم ان كل خطوة مصر بتخطيها دلوقتي هي لمستقبلنا احنا. ما تشككش في كل حاجة حواليك، ما تصدقش اللي بيحبطك، لان اللي بيتبنى قدامك حقيقي. مصر في عز ظهورها وماشية بثقة ناحية القمة وعصر القوة اللي كنا بنحلم بيه بدأ بالفعل. دي كانت رسالة من جسر الأمل النهاردة، صوت بسيط من قلب الناس بيحاول يقول لسه في أمل ولسه في بكرة أحلى. ولو مؤمن إن البلد دي تستحق، شارك الفيديو وادعمنا علشان نفضل نوصلك الحقيقة بصوتنا وبإمكانياتنا البسيطة، بس بروح كبيرة قوية اسمها جسر الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.